السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة. النهاردة بقى يومنا كده كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية كده جديدة، ويوم جديد كده ونشاط جديد بإذن الله. ربنا يجعل ايامكم كلها خير ونشاط وحيويه وبركه من عند ربنا، ويسعدكم اللهم امين. زي ما انت اسعدتوني بقى بتعليقاتكم بتاع امبارح، شكرا جدا جدا. بتباركولي على الالف مشترك وانا مش واخده بالي، بقول ايه كله بيقول الف مبروك يا ام كريم على الف مشترك، وانا اصلا والله ما كنت واخده بالي خالص ده انا كملت الالف مشترك. تسلمولي يا رب، ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا. النهارده الحقيقه يوم من غير شغل، يعني اليوم اللي من غير شغل تعالوا نشوف النهارده هنعمل فيه ايه. وكمان كان عندي مواعين كتير متركمه عليا من امبارح، كانت الميه قطعه والحقيقه كنت مصدعه بالليل، لا قمت شطبت مطبخ ولا عملت اي حاجه. يعني ايه الدنيا مين مكركبه عندي كلها. فهقوم الاول كده علشان اعرف اعمل بقى غدا وكده، يعني مع بعض باذن الله نعمل غدا حلو جدا. وكمان هنعمل مع بعض حلو حلو قوي، حلو حلو حلو، الحلو بزياده. حلوة 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 قوي دي. المهم هنعمل مع بعض كمان لفة جلاش كده بأشكال مختلفة بقى من الجلاش، كل الأنواع والأشكال اللي ممكن تعمليها في لفة الجلاش. هنعمل أشكال كتير جدا فيها عشان أي ست بيت عايزة تنوع، عايزة مش الشكل المعتاد اللي احنا على طول بنعمله. تابعوا بقى الفيديو للآخر. وكمان لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتي وروتيناتي وتشجيعاتي وكلامي كده معاكم حتى. فيوصلك كل فيديوهاتي كده وتتحمسي وتتشجعي. يا رب كده اكون محمساكي كده ومشجعاكي واكون خفيفه على قلبي كده وتستفادي مني لو حاجه بسيطه كده، او حتى نكون حتى في حياه بعض ان احنا ايه ندي كده طاقه ايجابيه لبعض. او نتكلم في اي حاجه، عايزين نتكلم في اي حاجه اكتبوا لي في التعليقات عندك اي موضوع عايزه تتكلمي فيه بخصوص البيت والاولاد والعيال والمواعين والطبيخ كل حاجه. فهي القناه هنا متنوعه وحلوه جدا. انا عم رغيت الشويه دول كنت غسلت المواعين، وانا اهم حاجه عندي اغسل المواعين اشوف هنتغدى ايه النهارده. تتبيله حلوه بقى للفراخ، هشوي كده فراخ في الفرن بتتبيله حلوه قوي. بصل وفلفل وطماطم وفص كده من الثوم، ما تكترش الثوم عشان ما يبقاش صعب كده في الموضوع. وبعد كده شويه من اللبن، معلقه من الخل، التوابل بتاعتك اللي بتحبيها، وليمون، ليمون بقشره ما بيعملش اي حاجه. حبهان زي ما هو، ورق راوري زي ما هو. ظبطي بقى الملح بتاعك، الخل واللبن بيطري جدا الفراخ، ولو في لبن رايب جميل. لبن حليب حلو قوي بحطه كده في التتبيله كمان بيبقى جميل قوي. واحط بقى الفراخ بتاعتي منقوعه منقوعه بملح وليمون ومغسوله وتحت الجلد، وطلعي كل الماده الزلاليه دي وتاكدي ان كله تمام. معلش الفيديو بيجري معاكم لان انا عملت معاكم الوصفه دي قبل كده، فبختصرها يعني عشان ايه ما تكونش ممله في كل مره. تمام. حطيتهم بقى كده على الفراخ وتبلتها كده من فوق ومن تحت وكده الفراخ تمام. هنعمل كمان صينيه بطاطس، وبعملها ني في ني، يعني بقطع البطاطس واقطع فلفل واقطع بصل، وبعد كده بفرم الطماطم بفصين من الثوم وادلقهم عليها، واحط لها بقى ورق راوري، واحط لها كمون، فلفل اسمر، كزبره، وشويه الملح، واحط شويه زيت وكده تمام معايا. الرز المعمر برضو عملته قبل كده معاكم على القناه، بس هقول تاني. تدعكيه كده في معلقتين من الزبده او معلقتين من القشطه، وبعد كده بتحط عليه اللبن وتحط عليه الملح وتحط له كمان معلقتين كده من القشطه فوق، وبيبقى كده تمام. رحنا بقى حملناهم في الفرن عندي في البلكونه. الفرن الغاز ابو انبوبه عادي، وطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. صينيه الفراخ دي تتبيلتها حلوه جدا. اما بيطلع بقى المعمر معايا بحط له كده معلقتين من السمنه البلدي، بتكون ريحته حلوه، او شايفين الوش بتاعه حلو ازاي وبيلمع ازاي، جميل قوي. حط بقى كده المعلقتين من السمنه البلدي اول ما يطلع كده، وهم هيصحوا على وشه. طعمه خطير خطير يا بنات وحلو جدا. معمر الفراحي طريقته بسيطه وسهله، وكمان من الحاجات اللي الواحد بيحبها قوي وحلوه قوي. فاعملوها كده، وشايفين الشكل عامل ازاي والوش ذهبي وحلو ازاي. والفراخ دي بتبقى طريه وحلوه جدا، لان وكمان لو نقعتي الفراخ قبلها بساعتين بتبقى حلوه قوي، يعني نقعيها وسيبها في التلاجة، وحضري بقى بقيه الغدا بتاعك وحطوهم بقى في الفرن كده مع بعض. والبطاطس بتبقى جميله. ما حبيتش اعمل الفراخ في البطاطس لان احنا كنا عايزينها كده ناشفه، فاهميني؟ مش عايزينها يعني فيها صلصه كتير وكده، لا كده بتبقى ناشفه وبتتحمر وبتبقى حلوه جدا. وكمان البطاطس كمان بتبقى طعمها حلو في الفرن، ما بدهاش غلو على البوتاجاز. هي زي ما انتم شايفين دي مش صينيه، دي زي مقلايه صغيره كده من غير ايادي او حاجه، فهي صينيه صغيره خالص تدي طبقين بس كده من البطاطس جنب الاكل. تمام.
فخلصت كده بقى الرز المعمر كده وحطيت عليه معلقتين من السمنه، شايفين جماله وحلاوته، كان طعمه حلو قوي. والرز بتاعك تقدري تحطي كله لبن، وبس ايه نص كوبايه ميه، كوبايه ميه بالكتير، وبقيته كله لبن. ما تحطهوش كله خالص لبن، يعني ما تحطيش الصينيه كلها قعدها لبن، الحله بتاعتك يعني، علشان الرز بتاعك ما يتخنقش وتطلع بالرزيه بتاعتك مش طريه. وبرده ما تكتريش الميه قوي علشان الرزيه بتاعتك ما تطلعش مش طعمها حلو، لا خلي كده عينك معيار، اقل حاجه بتحطي نص كوبايه الميه بتكون حلوه جدا معاها، بتكون مطريه البتاع بتاعتك وحلوه جدا، الرز بتاعك وحلو جدا تمام. هنبقى نتكلم بعد كده في الرز المعمر بالتفصيل. تعالى خلينا بقى في الجلاش اللي هي وصفه النهارده بالتفصيل. هعمل النهارده من لفه الجلاش دي كل انواع الجلاش، هنعمل النهارده كل انواع الجلاش اللي بتشرى وكل حاجه. شوفوا في جلاش بتشرى بيبقى عباره عن ايه، عباره بتجيبي لفه الجلاش كده وبتفرديها وبتعملي مربعات وتحطهم على بعض كده. ده الجلاش يا جماعه اللي بيكون في الورق او في علب كده بتشتري جاهزه، ما بيكونش محشي ولا اي حاجه. يعني انت لو عايزه تعملي الجلاش ده وتشتغليه في مشروع بيكون سهل جدا، بتجيبي كده المربع وايه تطبقيه على بعضه بلفه الجلاش. اما الجلاش اللي بيكون زي تاج الملكه كده زي ما انتم شايفين كده، بتعمل بالشكل اللي انتم شايفينه ده، بقطعه كده بالطول، شرايح بالطول، وبعد كده باخد كده مربعات صغيره وايه واكبسها على بعض، بقفلها بصباعيني كده زي ما انتم شايفين قدامكم كده. مش عارفه انا كنت مركزه على ايه، ان انا اصلا مش عادله الكادر بتاع الكاميرا خالص بس انا لما اكون مستعجله مش عادله، بس انت اكيد شفتوا كده من شويه انا بعمل ايه. اهم حاجه كمان بقى تاخديهم كده اللفه كده على بعضها يعني الشويه اللي هتعملوهم كده على بعضهم وتغطسوهم في السمنه. ليه بقى الخطوه التغطيس في السمنه دي؟ علشان لما تيجي تكبسيها كده على بعضها تفضل معاكي لفتره كبيره، يعني ايه تمسك معاكي السمنه، هتمسك الطبقات دي في بعضها، وكمان هتخلي الشكل ما يروحش منك. ولو في بقى عندك معلقه عندك حاجه ممكن ايه تخلي كل واحده راكبه على التانيه كده علشان ما يفكوش منك. وده طريقه سهله ان انت تعملي تاج الملكه، شايفين اهي. اول ما بحط في السمنه او بتفضل الشكل كده متماسك مده اطول لغايه طبعا ما هتدخل الفرن وهتتماسك وهتبقى حلوه زي الفل. حطي بقى شويه كده من السوداني كده جواها، وهي دي تاج الملكه اللي احنا عملناها. تعال نشوف بقى شكل تاني، هنعمل كده كميه تاج الملكه تاني. وخلي بالك ايه يعني كبسيها جامد، يعني ايه اكبسي جامد علشان تفضل معاكي. انا حاطه الشوكه دي علشان افضل ايه واحده داخله في التانية، والشوكه دي كابسه اخر حاجه كده علشان ما تفكش مني. طبعا تاج الملكة دي من المعروف ان هي بتتعمل بالبقلاوة، فالبقلاوة بتكون عجين فبتكون سهلة جدا تشكيلها، لكن لما بتيجي تعمليها بالجلاش بتعمليها بالشكل اللي انا قلتلك عليه دلوقتي، علشان الجلاش طبعا ورق وبيفك تاني بسرعة. فخلي بالك ان انت تعمليها كده، بتحطيها في السمنة كده وتاخدي عبارة عن ايه 10 ورقات كده من الجلاش في ايدك. يعني انا واخدة كمية من الجلاش في ايدي وبعد كده بكبسهم على بعض واحطهم اهو. انا حطيت كده حطيتهم فوق بعض وباخد كميه كده واعمل. هنخلص بقى تاج الملكه، ادي تاج الملكه شوفي راكبين على بعض ازاي. تعالي نعمل ايه شكل تاني، هنعمل شكل الاسوره او الاساور اللي بتبقى ايه ملفوفه كده على على الايه على خله الشيش طاووق. زي ما انتم شايفين كده بلف كده واحده كده من شوفوا انا قطعتهم مربع، بلف كده واحده كده من ورقه الجلاش وبعد كده ايه الف الاسوره. وده شكل سهل جدا ومتعارف عليه وبنعمله كتير اهو. بس انا حبيت النهارده الفيديو يكون مفيد، مش اني بعمل جلاش بس، لكن بوريكي كام شكل كده من الجلاش علشان ايه تستفادي من الفيديو وتعملي لاولادك الحاجه اللي بتحبوها بالشكل كمان مختلف. مش لازم كل مره نعمل صينيه الجلاش زي ما احنا متعودين، لا كل ما نبتكر كده ونعمل الحاجه كده مختلفه كده، يعني اترسمي بقى على العيال وعلى جوزك، اترسمي بقى عليهم واقعدي لهم شوف انا عامله لكم ايه، شوفوا إيه. ايوه خليكي كده ناصحه كده وفرتوكه كده في قلب البيت، يعني ايه ما يبقوش على طول كده مستهبطينك كده ومستهزئينك كده، لا دايما انت كده تترسمي عليهم انا بعمل ايه وانا بعمل ايه وكده يعني تعال نشوف اخر شكل احنا عملناه، شكل الصوابع اللي احنا متعودين عليه وبنقطعه كده بالجنب اهو، الشكل المعتاد اللي احنا ايه متعودين عليه. اه انا قلت اعمله هو كمان علشان ايه يكون في شكل ايه زياده في قلب الصينيه. على العموم في اشكال من الجلاش كتير او اشكال البقلاوه دي كتير جدا، بس ده اللي جه في ذهني في الوقت ده،
في الوقت الحاضر يعني. بالف ورقتين لما بكون بعمل صوابع، بلف ورقتين على بعض. انتوا ملاحظين ان انا لسه ما سقتش سمنه خالص، ودي الطريقه بتاعه المصانع، ما بسقيش سمنه الا في الاخر خالص. يعني انت ما بتسقيش سمنه بتاعه الجلاش الا في الاخر خالص. ما تخافيش انه ما يورقش، لا بالعكس والله هيورق وهيكون حلو جدا، لان الجلاش عباره عن عجينه، فهي كده كده هتشرب وكل الطبقات هتشرب وهيورق معاكي ويبقى حلو. تمام. كمان عايزه اقول لك على حاجه، دي بقى شكل السمبوسك العادي اللي احنا متعودين عليه، بنلف حجيبه كده. اول حاجه من الجلاش اللي انا عملته ده وحطيته على بعضه، ما ينفعش يتسقى سمنه ما بين طبقاته، لان هيفتح في الفرن وهيديكي شكل مش حلو. لا هو لازم يتعمل كده بتطبق على بعضه كده، اللي هو الجلاش بتاع المصانع اللي احنا بنجيبه من غير حشو خالص. وانا طبقته في الاول اول شكل خالص. ده لازم يتعمل كده، لان لو اتحط سمنه بين طبقاته الحقيقه هيفتح في الفرن ويعمل لك بق مفتوح. لكن هو لازم يتحط له سمنه كده في الاخر. دفيت بقى شويه السمنه وسقيت كل الجلاش عندي، وكنت عامله عندي شربات. الشربات ده كان عباره عن كوبايه ونص من السكر، عليهم كوبايه ونص من الميه وعصره ليمون ومعلقه من عسل الجلوكوز، وسبتهم مما يكون شربات متوسط، لا تقيل قوي ولا خفيف قوي، في المتوسط كده حلو. ادي الصوابع شايفين شكلها حلو ازاي وعامل ازاي. خدت السمنه من على الوش بتكون كلها لون واحد وجميله، والاسوره والتاج الملكه ما فكتش ولا جرالها اي حاجه. وكنت زنقاها بالشوكه زي ما هي، لو حابه حتى ما فيش حاجه جنبها تدخليها الفرن كده، ما فيش مشكله، ما هيحصلش حاجه. وده بقى كان طبق الجلاش اللي النهارده عملته، شايفين شكله عامل ازاي. ده الجلاش بقى اللي ممكن نحشيه بعد كده باستري، وبعد كده نحطه بقى عليه بندق، نحط عليه الفستق اي حاجه، او نحشيه كريم شانتيه. الجلاش اللي بيكون اصلا من غير حشو، انت بتعمليه من غير حشو في الاول، هنبقى نعمله معاكي بعد كده بالباستري او بالكريم شانتيه مره تانية. وجلاش الاسوره وتاج الملكه والصوابع اللي متعودين عليها والحجابه اللي متعودين عليها، ده كل الاشكال اللي احنا عملناه. عملنا طبق مشكل، تقدري تخلي الطبق ده في مشروعك. لو انت ممكن تعملي لفه الجلاش دي كده للعيال وصوريها في طبق. يعني انت واحده بتشتغلي دايما صوري شغلك، يعني حتى لو عامله حاجه لاولادك تقدري تعملي حاجه زي ديت اول مره تعمليها ما طلبتش منك قبل كده، تحطيها في طبق حلو حلويات وترصيها وتغلفيها، وبعد كده تدي لها صوره من عندك عشان تبداي تشتغلي بيها في مشروعك. انا اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا استفدتوا، والسلام.